ضربة حرة مباشرة. شيكابالا حسن مصطفى شيكابالا والقرار يا شريف يا رشوان ايه؟ شكله مد ضربة جزاء وفرمان من شريف رشوان، ولكن مهارة ايه وروعة ايه يا شيكابالا، عدى كده زي يعني نقول ايه السكين بتعدي في الزبد الطري. حلوة التمريرة من عبد الشافي لشيكابالا اللي عدى بمنتهى المهارة ومنتهى الروعة، ولا ينال الا طبعا ولا يستطيع مدافع المقاولين الا ايقافه بعرقلة متعمدة تماما من تيجاني شمس الدين، يحصل فيها على انذار ويحصل شيكا على ضربة جزاء لنادي الزمالك. المباراة هتحلو اكتر واكتر ومباراة مفتوحة اكتر واكتر، زي ما قلت ادي العدد بتوضح. هنشوف لا فيها تعمد، واضحة العرقلة هنشوف في الاعادة قدامنا الكلام مظبوط، واضحة تماما حتى من قبل الاعادة. انذار تاني على طول تيجاني شمس الدين، عامل موسم اكتر من رائع ومتألق، واشدنا بيه المدافع النيجيري في صفوف نادي المقاولين العرب، لاعب صغير في السن على فكرة. تيجاني شمس الدين اللاعب صاحب القميص 16، لاعب نيجيري عنده 21 سنة، ولكن ضربة جزاء محمود فتح الله، عنده هدفين. محمود فتح الله دائما بيحرز اهداف من ضربات جزاء. محمود فتح الله لا عنده هدف واحد هذا الموسم، عنده هدف محمود فتح الله وضربة جزاء لنادي الزمالك، وتعادل سلبي وبنلعب في الدقيقة 30. وشيكابالا تألق وحصل على ضربة جزاء، وفتح الله ودياكيتا داوودة، وفتح الله يا سلام يركنها على طريقة الكبار ويضع البطاقة الأولى لنادي الزمالك في هذا الحوار. محمود فتح الله النجم المتألق في خط دفاع نادي الزمالك. تسعد الجماهير القليلة وتسعد جماهير الزمالك البيضاء. هنشوف حمزة الجمل فكره ايه، هنشوف حسام حسن هيفكر ازاي، هل هيتغير سيناريو التكتيك في ارض الملعب ولا هيبقى الوضع كما هو عليه بنفس طريقة اللعب. المهم ان احنا نستمتع بحوار كروي رفيع المستوى في هذا اللقاء. يتقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 30 عن طريق محمود فتح الله. يركن حلوة مفيش كلام. دايما المدافعين اللي بيلعبوا في المركز الليبري ومركز خط الوسط المدافع بيمتازوا بالثبات الانفعالي العالي، ولذلك بيجيدوا التركيز قوي في اداء الضربات الثابته وتحديدا ضربات